البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هاني نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وبصحه جيده. اليوم البنات في هذا الفيديو جبت لكم واحد الماسك رائع البنات، ماسك ديميلور رائع خصوصا للشعر جاف شديد الجفاف. هذا الماسك هو هذا البنات، ماسك رائع كنديرو انا شخصيا وحبيت انني نشاركه معكم. هذا الماسك البنات رائع كيليق كما قلت لكم خصوصا للشعر الجاف. هذا الماسك فيه غير جوج ديال المكونات فقط، يعني ما فيش مكونات بزاف. المهم البنات بلا ما نطول عليكم لا فيديو، هذا الماسك هذا طريقه نعطيكم طريقه الاستعمال ديالو دابا قبل ما تشوفوا الطريقه. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو البنات، ملي كتعوموا في الدار ولا في الحمام كتغسلوا الشعر ديالكم، كديروا شابان كتغسلوه، في الاخر كتشدي هذا الماسك اللي غادي نعطيكم دابا، كديريه للشعر ديالك وكتخليه 5 دقائق. ملي كديري الشعر ديالك كتبقاي ديري بحال هكا غير اطراف الاصابع ديالك، الشعر كامل حتى كيدخل في الفروه، المهم في الشعر ديالكم كتبقاو تماسيو بحال هكا صافي، وكتخليوه من 3 حتى 5 دقائق. المهم ديروا في الشعر ديالكم وديروا الصابون ولا هادي وخليه صافي. من بعد كتشلي الشعر ديالك، ما كديري لا شابان لا حتى شي حاجه، ما ديري لا شابان لا والو، شلي الشعر ديالك صافي وخرجي. صراحه البنات ملي غنشوف لكم الشعر ديالكم ما نعاودش لكم، غيولي الشعر ديالكم واعر وزوين وواحد اللمعان ورطوبه. هاد الماسك كيف ما قلت لكم انا كنديرو وشاركته معكم شخصيا. يلا البنات بلا ما نطول عليكم، ونتمنى انكم تكملوا لا فيديو حتى الاخر وتجربوا هذا الماسك لانه رائع وكيف ما قلت لكم خصوصا للشعر الجاف وشديد الجفاف. يلا خليتكم على خير. اول حاجه نستعملوه هو ماسك للشعر، يا اما كتاخدوا ماسك ديال الشعر ولا ديميلور. انا كنستعمل ماسك، ما كنستعملش ديميلور حيت الديميلور كيطيح الشعر بزاف، اما الماسك لا. كناخدوا معلقه من الماسك على حسب الطول ديال الشعر ديالكم، كتاخدي الكميه على حسب الطول ديال الشعر ديالك. المهم البنات انا كنستعمل هذا الماسك رائع، كناخذه من بيم حيت بيم كيكونوا فيها عروض رائعه ومنتوجات رائعه كتكون ديال برا. وهذا الماسك اللي عندي انا ديال كيراتين، مازال غندير لكم واحد لا فيديو غنشارك معكم لي برودوي اللي كناخذ من بيم. هادو كيكونوا غير مره ماشي ديما، الثمن مناسب. بالنسبه للمكون الثاني البنات كنحتاجوا الالوفيرا. كيف ما كتعرفوا الالوفيرا كتصلح خصوصا الشعر الجاف والمتضرر. الالوفيرا البنات كناخذوا منها حتى هي كميه على حسب الطول ديال الشعر ديالكم. انا كنستعمل هاد الالوفيرا وحتى هي واخداها من بيم. انا لي برودوي ديالي صراحه ما كناخذهمش عند مول الماكياج، يا اما بيم ولا مرجان، حيت لي برودوي ديال الماكياج كيكونوا دوزيام شوا، ما كيكونوش بروميير. المهم البنات هي كناخذوا منها كميه. صراحه الجل ديال الالوفيرا رائع، الا ما عندكم جل ديال الالوفيرا يمكن لكم ديروا جل ديال النبته حتى هو زوين. وباش كتعرفوا الاصلي دابا نوريكم البنات باش كتعرفوا الاصلي، كتكون هذيك الالوفيرا اللي فيه كتبري بحال جوج طبقات كاينه في هذيك اللصقه. دابا ندير لكم لا فيديو ونشارك معكم هاد لي برودوي. كنخلطوا المكونات بجوج جيدا حتى كينسجموا لينا. صراحه هاد الماسك رائع البنات، رائع بزاف. كيف ما قلت لكم طريقه الاستعمال ديالو كديروا هو الاخر في الشعر ديالكم. بالنسبه للمكون الثالث البنات كنزيدوا زيت فيتامين او، قطرات من زيت فيتامين او. اللي ما عندوش زيت فيتامين او يدير الكبسولات، اللي ما عندوش الكبسولات يدير زيت اللوز، اللي ما عندوش زيت اللوز يدير زيت الخروع. هادو كاملين مزيانين. كنخلطوا هاد المكونات مزيان. ملي كنضيفوا الزيت كنخلطوا مزيان
صافي كنستعملوه على الشعر ديالنا كيف ما قلت لكم في اول فيديو، وريتكم الطريقه كيفاش تستعملوه. غير هو الا درتو هذا الماسك ما تغسلوش وراه بشامبان، صراحه الشعر ديالكم غادي يتغير بزاف، وكنتمنى انكم تجربوه. يلا خليتكم على خير.